والله ما كنشعلوا التلفازة. وأنت مخرج وفنان طبعًا، طبعًا تبعوني ولا وصلتوا ل2000 واحد غادي نقتل شي واحد دابا في الطريق. attention، attention. سي رشيد، وأنت كتكلم في هذا الموضوع الاجتماعي هذا كيحيلنا شفتك على سهيتي على داك الشي اللي حبست. أثرتي فيا، لأن فعلًا أنا متبعك السي رشيد، وكنحييك لأن أنت من الفنانين اللي كيحاولوا يأصلوا لنا العلاقة الأسرية والزوجية بصفة خاصة. السي رشيد، في رمضان الأخير شفنا بعض المسلسلات وبعض السيتكومات اللي شوية كان فيها بعض الألفاظ لا تليق إمم، المشاهد المغربي، وبلا شك أنت كمخرج وكفنان وكسيناريست إمم، تابعتي كما تابعوا المغاربة هاد آه، الإنتاجات الرمضانية. إمم. أنت نظرتك لهاد الشيء، واش متّفق معاه، واش مختلف معاه، واش كيبان لك أمر عادي أننا نشوفوا بعض المصطلحات شوية التي لا تليق، وكنعرفوا الطابلة ديال المغاربة مع المغرب كلشي كيلتف أمامها، وربما كتكون بعض المصطلحات التي لا يرضاها المواطن المغربي. غادي نقول لك وغنجيك من الآخر، حنا كعائلة الوالي وجدنا الحل. والله ما كنشعلوا التلفازة في رمضان. وأنت مخرج وفنان طبعًا، طبعًا. أنا مخرج غادي نبقى غير نتغدد، غادي نبقى أنا كنجلس كنفطر مع با وأمي كل نهار باش تعرف حنا في رمضان أي واحد عنده بيت قبل المغرب كيجي للدار كيعاون في الطياب، شي كيدير البنية، شي كيصاوب الحوت، شي كيدير باش اختي ما تبقاش متقل عليها القضية. وثانيًا كل سنة عاشوا سورتو من بعد ما با أمي تقاسوا بكورونا، كل نهار حنا بالنسبة لينا ربح بيناتهم. عرفتي أنني عمري ما مشيت للعمرة في رمضان. أنا عندي العمرة على قبل على والديك. معلوم. كيفاش نمشي للعُمرة ولا توفّوا ليا في هذاك الوقت، لأنه هذاك الوقت مهم جدًا، فالطابلة مدوّرة، كيفاش با قبالتي وأنا كندير هكذا في التلفزيون باش نتفرّج ونشوف شي حاجة اللي يمكن ليا نشوفها حتى إلا كانت مهمة، فرضًا أنها يمكن ليا نعاودها، يمكن ليا نشوفها بورطابل في أي وقت. لذلك اللحظات اللي مع الأسرة راه حنا بدينا كنفقدوها بشوية، بشوية. وهذاك الشيء اللي كان في الغرب، كان في أمريكا شحال هادي، رجعوا للتاريخ. راه نهار اللي بغينا نفككوا الأسرة حيدنا للأب السلطة ديالو. لا ما عندكش الحق تهضر مع بنتك، لا ما تهضرش مع مراتك، لا ما تفرضش عليها. ومن بعد دزنا للمرا، خرجناها للخدمة دارت بزاف د الحوايج. الله حتى ولات هو الراجل كان كيدير شوية ولات كدير كلشي حيت طلقات مع الراجل ربما راه دخل كاع الحبس. ومن بعد هادوك الوليدات اللي قالت غنفارد بهم، ولا في 13 14 عام كتحمل البنت وما عندهاش الحق تقول لها ما تخرجش. ولا خرجت كتقول لها امي ضربتني، يمكن ليها عاوتاني يشدوها للحبس. باش فككنا الاسره، باش درنا بالناس ما بغاو. اتونسيون، اتونسيون، حنا في المغرب كنفكوا الاسره حتى من خلال بعض الاعمال ديالنا. وهذا ولينا كنشوفوا، لان شوف النسبه ديال الطلاق اللي كنشوفوها في الاعمال ديالنا، ماشي غير ربما. واش كاع الاعمال خاصها تقيس الناس، خاصها دوز من الطلاق ومن العنف بين الراجل. ما يمكنناش نقولوا كانوا غيطلقوا وشوف دخل بيناتهم جوج وهما عتقوا راسهم، ها هما بزاف د الحوايج وهادشي اللي كان واحد الوقت السي رشيد. طبعًا، طبعًا. لأنه تجاوزنا قضية غير ألفاظ ولا غيره، لا مشينا في هاد ومع الأسف نسب المشاهدة ما خصهاش تدينا. وإلا إلا شفنا الآن في الإنترنت نسب المشاهدة راه كاينين غير في الأشياء اللي فيها العار وفيها التعري وهذا. صح. ويمكننا التفاهة. نوصلوا لواحد الساعة لا قدّر الله أن الإنسان يدير لايف من أجل نسب المشاهدة يقول تبعوني ولا وصلتوا ل2000 واحد غادي نقتل شي واحد دابا في الطريق، وتلقى الناس متبعين وكيخلصوا باش يشوفوه كيقتل الطريق. لأنه غنوصلوا لهاد الدرجة. ما خاصش نسب نسب المشاهدة هي اللي تحكم، وما خاصش المستشهرين. لأنه أيضًا إلا هضرتي مع التلفزيون راه لمّا قبل ما يبدا الشهر كيجيو بعض المستشهرين وكيختاروا الأعمال اللي تمشي لهم المنتوج ديالهم أكثر. وهذا الكلام اللي قال لنا فنانين اخرين من غيرك، آه، سواء فاطمه والشاي، آه، نعيمه الياس وغيرهم، قالوا نفس الكلام على ان نعم، المستشارين صح التعبير إمم، هو الذي يفرض على المخرج المنتج عفوا آه. انهم يختاروا واحد الفئه معينه.